صباح الخير، صباح الفل عليكم يا بنات. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. اليوم النهارده طويل. انا صحيت باين على منظري طبعا لان انا لسه صاحيه من النوم. يا دوب لبست بسرعه كده، بسرعه يعني. حاولت البس حاجات قطن عشان الجو النهارده باين عليه حر قوي. وما حطيتش ميك اب ولا حطيت اي حاجه، هو بس يا دوب صن بلوك وشويه بلاشر كده يدوا اي منظر، وليب بالم كده لونها حلو وخلاص. فيومنا النهارده باين عليه طويل. فاول حاجه ان شاء الله هتوجه اليها يعني ان انا هروح اجيب الشهاده بتاعه الكورس اللي انا كنت لسه واخداه. وهشوف بصراحه لو لقيت الجو والدنيا كويسه ومساعده ان انا اخلص مشاويري وكده هاخدكم معايا. لو لقيت الدنيا مش احسن حاجه هاجي على طول، مش مش هروح هنا ولا هروح هنا، هرجع على طول. فكان نفسي اجهز معاكم بصراحه، بس حسيت ان مفيش وقت. فيلا بينا بقى نشوف يومنا الطويل ده هيبقى عامل ازاي. نلبس النضاره بتاعتنا ونقول توكلنا عليك يا رب، وننزل على طول المشاوير. يلا اشوفكم معايا تاني. انا كده وصلت خلاص المكان بتاعنا الكورس. جو فظيع بره يا جماعه، انا مش طايقه نفسي بجد، مش قادره اتكلم اساسا. عايزه اوريكم بس لابسه ايه. هعمل لكم الكاميرا. I'm just a girl. طب يلا نطلع مع بعض نشوف هنلاقي الراجل اللي هيسلم لنا الشهادة ولا هيكون مشي. بص انا طالعة دلوقتي. عايزة اقول لكم ان انا عايزة انزل اجيب مية متلجة، حاسة وشي شوك. خلاص يا جماعة خدت الشهادة الحمد لله، واخيرا. اصلا المشوار اساسا متعب جدا، انا لو عليا ما كنتش عايزاها اساسا، كنت هخليها لهم، بس يلا بقى دفع فيها فلوس. طيب قلت اتكلم معاكم هنا. انا مش عارفه بصراحه دلوقتي المفروض ان انا رايحه اعمل تحليل. الدكتور كان طالب مني تحاليل وكده، فالمفروض ان انا هركب دلوقتي واروح على معمل التحليل على طول ونعمل التحليل. بس يا رب كده ايه ننجز في الموضوع ده، لاني رحت كذا مره وكان حصل لخبطه كده ومعرفتش اعمل التحليل. فيا رب كده وشكوا يبقى حلو عليا ونعمل التحليل وننجز. وبصراحة أنا خايفة أطلع في الحر أساسا، عايزة أفضل قاعدة هنا كده في البوابة كده اللطيفة دي، ومش عارفة أعمل إيه بصراحة. هطلع أركب على طول وأروح للتحليل، لأن هو بعيد شوية عن هنا، والجو بصراحة صعب جدا إن أنا أمشي. هو في العادي ممكن أمشيها يعني مفيش مشكلة، بس لا الجو رهيب. نطلع على طول ونروح بقى على المعمل كده ونشوف هنعمل ايه. هي قاعدة مستنية دوري في المعمل، فربنا يستر بقى عشان أنا مبحبش الحقن. إنا نحن نحيي ونميتكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء مثل أتى الذين من وما أريد أن يطعمون ما هي يا دي وفي
تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فهم لا يشركون. وإن خلاص يا مطاعم هي العقده بس اللي جوه ال 1000 جنيه عقده اللي جوه. هو في 1000 جنيه عقده عندك جوه. صح. هاي يا بنات، عاملين ايه؟ امبارح نزلنا مع بعض ورحت جبت الشهاده وبتاعت الكورس يعني وبعدين رحت عملت التحليل وخدتكم معايا في كل المشاوير دي كلها، ودخلت كذا محل ورحت بقى مشاوير كتير. امبارح كان يوم يعني كله مشاوير. كنت ناويه بصراحه اكمل معاكم اليوم كله واخدكم معايا الاماكن كلها يعني، بس جيت في الاخر فصلت بصراحه. رحت اتصالات، فرع اتصالات، كنت بعمل شويه حاجات هناك وكده، ورحت الصيدليه جبت حاجات، ورحت السوبر ماركت جبت حاجات. هو اليوم كله كان عباره عن طلبات وكنت بقضي مشاوير. بس كنت عايزه امبارح انهي معاكم اليوم ان انا اجيب حاجه من بلبن، وكنت هجربها معاكم لما اروح البيت. بس للاسف جيت اخر اليوم تعبت جدا وحسيت ان انا ارهقت جدا وما عادش في وقت. قلت لا، لازم اروح وهخلي موضوع بلبن ده يوم تاني. فده يعتبر تاني يوم انا نزلت مخصوص. رحت جبت حاجه من بلبن. انا كنت عايزه اجيب اللي هي دباديب واللي هي الدبدوب الجديد اللي طالع جديد ده، ترندي ده. كنت عايزه اجيبه كده واجربه معاكم، بس للاسف قال لي خلص من ساعه. فطبعا انا كنت متوقعه يعني، انا عارفه حظي يعني. فاخترت حاجات تانية. على فكره العلم يعني انا اول مره اجرب حاجه من بلبن، ما جربتش حاجه من بلبن خالص قبل كده، فدي كانت اول مره اجرب حاجه. فكنت عايزه اجرب الدباديب دي بصراحه، لاني شفتهم كتير قوي بيتكلموا عنها على النت وكده، فكنت عايزه اجرب. المهم ان انا عارفه حظي وما لقيتهاش. وقال لي ان الناس الطلبه وكده بيطلعوا من الجامعه بيجوا يخلصوها حرفيا. فقال لي لو انت عايزاها تعالي بدري شويه، تعالي مثلا على الظهر كده او بعد الظهر هتلاقيها. فانا قلت بقى ايه يعني، ما ضيعش اليوم على الفاضي بصراحه. طالما انا جيت خلاص يبقى اجيب حاجه واجربها وخلاص. ففعلا جبت حاجه من بلبن. زي ما قلت لكم كنت اول مره اجرب بلبن اصلا يعني. فجبت اوريكم بس الاول. جبت اهو المهم ان انا شايله الشنطه دي في الشارع وحرفيا كانت هتقع مني يعني، والله العظيم على اخر ثانيه كانت حرفيا كنت هجيبها من على الارض يعني، او كنتش هجيبها بقى، هي كانت خلاص وقعت على الارض يعني. فلحقتها على اخر لحظه الحمد لله. اول مره اصور بره وحاسه ان في حاجه مش مظبوطه، مش واخده راحتي. فانا جبت القشطوطه اللي هي المانجا اهي. مش عارفه اوريها لكم ازاي اصلا يعني. اهي هقلب الكاميرا اوريها لكم. وجبت اللقه اللي هي العاديه خالص، حجمها حلو. اللقه دي حجمها كبير، مش عليها حاجه من فوق، لان انا اخترت اللي هي العاديه خالص اللي هي مش عليها اي حاجه، لان كان في واحده عليها مانجا من فوق. بس انا قلت بصراحه هتبقى، هو اصلا بيقول لي اللقه دي عباره عن فراوله اصلا، فراوله وميفي ومش فاكره قال لي كريمه ايه كده، نوع من انواع الكريمه بس انا مش فاكره. وبيتحط عليها بقى الاضافات من فوق، يا لوتس يا بيستاشيو يا مانجا كده. فانا بصراحه حسيت ان الطعمين مع بعض مش هيبقى حلوين يعني، حسيت ان الميكس فراوله مع الحاجه التانية مش هتبقى. هنجرب اول حاجه مع بعض القشطوطه، مش عارفه ليه بس هجربها. هحاول بس الاول اقلب الكاميرا واوريكم شكلها من بره وبعد كده نجربها مع بعض.
كده شكلها. انا حاولت ان انا اقلب الكاميرا عشان اوريكم الشكل. طبعا هي اتعوجت على جنب زي ما قلت لكم، لان دي كانت هتقع مني حرفيا. كنت ماسكاها وماشيه في الشارع، حسيت ان هي خلاص بقى، يعني كنت هجيبها من على الارض بعد شويه. فهي شكلها عامل كده اهو من جميع الجهات. اوريها لكم. انا خايفه بس النمل يتلم عليا، يعني هي كانت فكره سيئه، فكره ان انا اقعد بره دي واصور. مالها قعده البيت، كنت اقعد اصور بكامل اناقتي وبراحتي من غير ما حد يبص عليا وكده. فيلا بقى ايه، نقلب الكاميرا تاني بقى وندوق مع بعض. بصوا بقى يا جماعه اهي. فانا بقى هاخد قطعه يكون فيها مانجا كتير وكده، عشان ايه اقول لكم بقى الطعم عامل ازاي. حرفيا يا جماعه اخر واحده في مصر كلها او في الدنيا كلها تجرب بلبن. حلوه يا جماعه. هي 3 طبقات. اول طبقه اللي هي الكيك، وبعد كده عليها طبقه كريمه، وبعد كده فوق الوش خالص طبقه المانجا. بس تقريبا هما بيحطوا على طبقه الكريمه دي بيحطوا لبن، فعشان كده هتلاقوها ان هي طريه جدا. هي طعمها حلو. حلوه حلوه حلوه، عجبتني. يعني انا اخترت اجيب المانجا عشان التانية فيها فراوله، ما حبيتش اجيب الطعمين زي بعض. خطيره، عجباني قوي. طريه جدا، يعني انت اصلا ما بتحتاجيش ان انت تندغيها، بتبلع لوحدها كده من غير اي ندغ يعني. اديها يا جماعه 10 من 10. حلو قوي. قول كفايه بقى عشان ايه اعرف اجرب التانية كمان. مش قادره اقاومها بصراحه. حلو قوي. مش عارفه ليه يا جماعه. انا بصوا حاولت كتير قوي اروح اجيب من عند بلبن حاجه من ساعه ما فتح، وبقاله شهور فاتح حرفيا. بس انا عايزه اقول لكم ان انا كنت كل ما اعدي من قدامه زحمه موت في اي وقت. لما قفل بصراحه، لما قفل حسيت ان التاني ضمير، ازاي انا قعدت الشهور دي كلها ما جربتوش ولا حتى مره واحده بس. فاول ما فتح بقى قلت لا خلاص انا لازم اجربه. وفعلا كنت رايحه اجرب اللي هي دباديبو دي زي ما قلت لكم، بس للاسف هي كانت خلصانه. خطيره خطيره خطيره. طبعا هو بيديكوا طبعا معالق مع الحلويات عشان تاكلوا بيها. عجبتني جدا. بس يا جماعه انا هقفل الكاميرا اصلا واكمل بعدين يعني، فانتوا متقلقوش عليا يعني. وفريش جدا. انا سالته حتى هي فريش وكده، قال لي فريش. طبعا انا عارفه ان هما بيقولوا كلام كده وخلاص، بس لا فعلا هي فريش قوي. نيجي بقى للقه. بصوا بقى كده، دي كده اللقه. حجمها على فكره كبير، حجمها كبير يعني تكفي ممكن 3 افراد مثلا. حجمها حلو قوي على فكره. انا مش عارفه هي طبقتها ايه. هي فيها ميفي وفيها فراوله، وتقريبا مرشوش عليها من فوق سكر بودره. مكتوب عليها الالمازيه، مش عارفه ايه الالمازيه دي، المفروض ان هي اسمها اللقه. خلينا بقى نقلب الكاميرا ونشوف الطعم عامل ازاي. انا اصلا وانا جايه اول ما نزلت من البيت انا كنت حاسه ان الشمس هتروح ومش هلحق اصور في النهار. فانا قلت بقى لو لقيت اللبن ده زحمه وكده ومعرفتش ان انا اصور بالنهار وكده في بره يعني، هاخد الحاجه واروح على البيت واصور براحتي. انا كنت يعني قايله كده يعني. بس الحمد لله لحقت النهار، والحمد لله صورنا وخلصنا كل حاجه. نيجي بقى ندوق بقى ونشوف قطع الميفي كده فوق الوش، وحاطين ايه قطعه فراوله يعني فوق الوش كده واحده بس عشان يعرفوكوا ان هي فيها فراوله من جوه. بصوا هي اللقه دي عباره عن 3 مكونات. قطعه ميفي متكسر، وفراوله قطع فراوله، وصوص فراوله بسيط، والكريمه اللي هي مش عارفه اسمها باستري ولا ايه الكريمه دي. فدي اللقه العاديه اللي هي الايه لقه بس
في لقه تانية بالبيستاشيو بتكون نفس المكونات بس من فوق بيستاشيو. في لقه بالمانجا برضو نفس المكونات بس من فوق مانجا. وفي لقه برضو لوتس. انا ما حبيتش يكون اتنين ميكس مع بعض، يعني طعمين مع بعض، لا حسيت ان هي تبقى ايه، يعني الطعم واحد طاغي يبقى احسن. بس هما انا حاسه ان الفراوله مش كتير، المفروض الفراوله تكتر عن كده. في قطه عماله تحوم حواليا فمش عارفه بقى اعمل معاها ايه. المهم خلينا نجرب وندوق كده الطعم ونشوف. نحاول ناخد كل الاطعم مع بعضها كده. حلوه، سكرها يعني ضعيف جدا. لو حد مثلا ما بيحبش السكر قوي او كده هيعجبه سكرها، لان سكرها يعتبر يعني مش موجود. بس القشطوطه بالنسبه لي احلى. هي لذيذه بس محتاجه ان انت تزودي، يعني محتاجه ان هما يزودوا الفراوله اكتر. هي الكويس فيها ان هي سكرها مظبوط، بس هي بقى ايه، فيها مشكله شويه. الكريمه الباستري اللي هي فيها دي، الجو تحفه، الجو حرفيا شايفين الهوا، جو جميل. على عكس بقى امبارح لما نزلت امبارح الجو كان مكتوم كتمه. انا كنت مروحه صهد طالع من وشي فظيع. لا الجو امبارح كان فظيع، بس النهارده الحمد لله الجو حلو. دي مش عجبتني قوي بصراحه، اللي هي اللقه دي مش عجبتني قوي. القشطوطه عجبتني اكتر. القشطوطه المانجا جميله بصراحه وخفيفه وطعمها حلو وسكرها مظبوط. دي برضو سكرها مظبوط، بس انا حاسه ان هي يعني الباستري او الكريمه اللي فيها، معرفش بصراحه نوع الكريمه ايه، بس الكريمه دي متقلاها شويه. يعني محتاجين ان هم يزودوها فراوله شويه عشان تعادل مزازه الفراوله، تعادل تقل الكريمه اللي موجوده دي. بس غير كده هي لذيذه، بس ما اجيبهاش تاني بصراحه. القشطوطه اجيبها تاني. اخر معلقه وننهي الفيديو بقى كده يا بنات. احنا خلصنا الفلوج بتاعنا. يعني مش عارفه هو هيبقى طويل ولا هيبقى قصير بصراحه، على حسب بقى لسه لما اعمل له مونتاج وكده واشوف. هحاول برضو مطولش الفلوج قوي، بس انتوا عرفوني حبيتوا بقى ان انتوا تعيشوا معايا اجواء اليوم وكده، ونروح مشاورنا ونجيب طلباتنا مع بعض ونجرب حاجه، نروح مكان جديد. حابين الفكره دي وحابين ان انا اصور لكم بره، ولا انتوا حابين بقى قعده البيت وكلام عن السكين كير او كده؟ هو عامه انا جربت حاجات كتير على القناه عندي يعني، بس دايما كنت اجيب الحاجه واجربها في البيت. فهل انتوا حابين فكره ان احنا نجرب الحاجات دي ونقعد في مكان بقى مفتوح كده ونتكلم مع بعض ونروح اماكن وكده؟ عرفوني في التعليقات حابين الافكار دي ولا لا. واللي مش عامل يا بنات سبسكرايب ما ينساش يعمل سبسكرايب. وهستنى بقى لايكاتكم وتعليقاتكم، وهستنى رايكم في الفلوج، واشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.